اسمي منى، عندي 25 سنة. مات أبويا وأمي في حادثة وهم رايحين فرح ابنة خالتي وأنا كان عندي 18 سنة. فجأة الدنيا تهدت عليا. كنا ساكنين في شقة إيجار وما كنتش أملك حاجة بالدنيا. أنا بنتهم الوحيدة ومحدش كان موجود غير عمي. عمي أخدني عنده مش لأنه مضطر، لكن عشان مينفعش بنت تعيش لوحدها بالعادات بتاعتنا، وأنا كمان ما كانش معايا فلوس أصرف منها على نفسي. قلت تمام، هضطر أتنازل شوية وأروح معاهم. عمي كان راجل محترم صعب شوية بس عنده حكمة وكنت بحبه جدا. لكن مرات عمي كانت صعبة الأخلاق، بتعاملني بطريقة باردة مش زي بناتها. كنت بشوف الفرق في الأكل، في المصروف، في كل حاجة. بس عمي كان دايما بيوقف جنبي وبيحل الأمور بحكمة، وده اللي خلاني أصبر. هو اللي صرف عليا علشان أكمل دراستي، وأنا كنت عارفة إن تعليمي هو سلاحي الوحيد، لأن ماليش حد غير نفسي. كل ما كان يجي حد يتقدم لبنات عمي كنت برفض أي عريس ليا. عمي كان بيحترم رأيي وما كانش بيضغط عليا. كنت حلمي الوحيد إني أخلص كلية الهندسة وأقف على رجلي، وفضلت صبرة لحد ما حققت حلمي. وبعد التخرج زميلي في الكلية اسمه خالد هو اللي ساعدني إني ألاقي شغل في شركة كبيرة عندهم. كنت شايفاه بعيد عني قوي، حاجة كبيرة ومستحيلة. إحنا كنا متعرفين من الكلية وكان بينا استلطاف، لكن عمري ما تخيلت إني أتقدم له أو هو يجي يطلب إيدي. بعد ما اشتغلت بشهرين فاجأني خالد وطلب إننا نقعد ونتكلم. قالي إنه عايز يخطبني ويقابل عمي. حسيت إن الدنيا بتضحك عليا، لأني كنت فاكرة إن حياتي الصعبة دي مش هتعرف السعادة. بس هو كان عارف كل حاجة عني، ماضي، مستقبلي، كل التفاصيل. وأنا كنت بحبه بطريقة صامتة من سنين، بس الفرحة اللي في خيالي كانت مستخبية حقيقة مرعبة. ما كنتش أعرف إن السعادة اللي بحلم بيها هتتحول لكابوس في 6 شهور بس. لما خالد اتقدم رسمياً، جه مع أمه وأبوه وأخوه لبيت عمي. عمي استقبلهم أحسن استقبال، مع إن مراته كانت بتتمنع وبتعمل حركات غريبة، بس عمي كان مسيطر. خالد راجل شخصيته قوية، عرف يقنع أهله إني الشخص المناسب ليه، وطلب إيدي رسمية. فرحتنا كانت عائلية وصغيرة لأني مش بحب الأضواء. وبسرعة جهزنا الجواز، وعمي كان راجل محترم جدا وجهزني بجهاز بسيط، مع إن خالد وأهله ما عندهمش مشكلة في الفلوس، بالعكس كانوا غنيين جدا. خالد ما كنش عايز مني حاجة وكان بيصرف على كل حاجة بنفسه من غير ما حد من أهله يعرف. أول سنة جواز كانت حلم، حب، رومانسية، سفر، هدايا، حنية. كان رومانسي جدا وذكي وبيحب الحياة الهادية. أنا اللي اتغربت طول عمري لقيت فجأة حد بيدلعني ويحضني ويفهمني من نظرة عيني. ما كنتش أتصور إن الرجولة والحنية يجتمعوا في شخص واحد. 6 شهور من الجنة، ما كناش بنفكر في حاجة تانية غير إحنا مبسوطين مع بعض. كل ما حد يسألنا عن الأطفال نقوله لسه بدري، إحنا لسه عرسان. لكن فجأة حماتي بدأت تلمح، ومرات عمي شاورت وأنا نفسي حسيت بقلق جوايا، مش عارفة ليه. طلبت من خالد نروح نكشف عند دكتور. كشفت أنا الأول، والدكتورة قالت إن حالتي تمام وكتبت لي فيتامينات بسيطة تنشيط. لكن خالد كان مسافر شغل مهم يوم ما جت نتيجة تحليله. رحت مع حموي أبو خالد عشان ناخد النتيجة، وهنا كانت الصدمة. الدكتور قال لي عند جوزك مشاكل في الخصوبة، صعبة شوية بس ممكن تتعالج. أنا وحماتي وحموي صعقنا. حماتي كانت بتعيط وأنا مش قادرة أتكلم. حموي قال لي متزعليش يا بنتي، هنعالج الموضوع بهدوء. لكن أنا كنت عارفة إن خالد راجل جدع جدا، ولو عارف الحقيقة هتتحطم نفسيته. ريهوك. قررت إني أخبي عنه الحقيقة، وبدأت أجيب له الدواء من غير ما يفهم. وكان ده القرار اللي قلب حياتي 180 درجة. بدأت أعطي خالد الدواء بالتدريج، واقنعته إن الدكتور قال إن عنده نقص بسيط في الفيتامينات وما يحتاجش قلق. ثقة خالد فيا كانت عمياء، وكان بياخد الدواء من إيدي من غير ما يسأل. مر شهر، شهرين، 3، وعامل تحليل تاني، والدكتور قال في تحسن كبير بس لسه في مشكلة بسيطة. في الفترة دي نفسية خالد بدأت تتأثر، مع إنه ما كانش عارف الحقيقة كاملة. بقى ساكت أكتر، بيفضل لوحده، وأحياناً يرفض الدواء. كنت بحاول أكون قوية قدامه، لكن جوايا كنت متحطمة.
قلت له خلاص ننسى موضوع الأطفال خالص، بس هو ما قدرش ينسى. الراجل اللي كان واثق من نفسه فجأة بقى يحس بالنقص، ودخل في دوامة صمت وعنف نفسي صامت. في يوم حموي اللي كان دايما سندي قال لي خلي بالك من نفسك وخلي عندك أمل، ربنا كريم. بس أنا بدأت أحس إن حياتي بتتخرب. في نفس الوقت كل ما حسيت بالضيقة كنت بلجأ لأبو خالد، لأنه الراجل الوحيد اللي واقف جنبي بعد عمي. وبعد حوالي 3 شهور من بداية العلاج حسيت بخمول وتعب ودايخة. كنت قاعدة في بيت حماتي وجاب لي كوباية عصير. فجأة حسيت بدوخة شديدة وفضلت نايمة ساعات طويلة. لما صحيت كان جسمي وجعني وفي حاجات مش فاكرة منها حاجة، بس كنت حاسة إني مش تمام. كانت أيام غريبة جدا. خالد سافر بعدها بشغل لمدة شهر، وحصل إن في الأسبوع الثالث من سفره حسيت بتعب وإعياء كبير. فكرت أول مرة إنها دور برد عادي، لكن لما رحت للدكتورة قالت لي مبروك يا حبيبتي انتي حامل. انصدمت. إزاي؟ إحنا بنعالج المشكلة لسه، وخالد توقف عن الدواء من فترة. كنت مش مصدقة نفسي، لكن حماتي وحموي فرحوا جدا، وخالد لما عرف طار من الفرحة. الطفل اللي جه كان شبه خالد وشبه جده بشكل غريب، لكن عقلي رفض يسأل السؤال اللي كان لازم أسأله: إزاي حصل الحمل بالظبط؟ جبت ولد سميناه يوسف. كان طفل قمر وشبه خالد وشبه أبو خالد بشكل مرعب. الجميع كان مبسوطاً، وأنا حاولت أنسى كل شكوكي اللي كانت بتدور في دماغي. خالد بقى راجل تاني، عادت الثقة ليه بقى يحضن يوسف ويطير بيه، ونسى موضوع العلاج والدكاترة تماماً. قلت لنفسي الأطفال بيطلعوا لجدودهم عادي، ده شيء طبيعي. عشت سنة كاملة في هدوء واستقرار. يوسف نما وبقى يشبه العيلة أكثر وأكثر، لكن جوايا كان في صوت صغير بيقولي حطي سؤال ليه؟ الدنيا حلوة، خليك في حالك. صدقت الصوت ده. في يوم وأنا في البيت لوحدي ويوسف نايم، دخل علي حموي من غير ما يطرق الباب. كان معاه مفتاح احتياطي. قالي أنا جيت أطمن عليكو. قلت له ده البيت بتاعي، ليه تدخل من غير استئذان؟ فضحك وقال إحنا أهلك يا مانا. بدأ يتكلم كلام غريب. عايزين تخاوي يوسف تاني؟ أنا أقدر أساعدك، قولي بس النهاردة أنت في أيام التبويض؟ استغربت وقلت له الكلام ده ليه دخل إيه بموضوع الخلفة؟ إحنا مش عايزين غيره دلوقتي. ضحك تاني وأصر على سؤاله: أنا بسأل عشان لو عايزة تجيبي أخ أقدر أدبر الموضوع. حسيت بإشعريرة في جسمي. فجأة يوم الدوخة والعصير اللي شربته في بيتهم رجع لدماغي. حلم ولا حقيقة؟ ما كنتش عارفة، بس هو استمر. فاكرة يوم ما تعبتي عندنا؟ فاكرة العصير اللي شربتيه؟ أنا كنت موجود، مش أنتي اللي تخيلتي. وقتها سقط في إيدي. حماتي كانت جايبة الحاجات من بره، وهو اللي جاب العصير. هو اللي كان قاعد معايا لما خالد كان مسافر. رفعت إيدي أصفعه، لكنه أمسك إيدي بقوة وقال: خلاص بقيتي بسببي، سيبك من العبط ده ولا تبقى نكرة للجميل. فضلت مصدومة، مش عارفة أرد ولا أصرخ ولا أجري. يوسف كان نايم جنبي في الأوضة. حموي نظرته كانت متغيرة، مش النظرة الحنونة المعتادة، لكن نظرة فيها تهديد واستحقاق. قال لي: طول عمرك مش نافعة في حاجة يا منى، أهلك ماتوا، عمك محدش حاسس بيكي، وأنا الوحيد اللي واقف جنبك. يبقى تسكتي وتمشي زي ما أنا عايز. سابني ومشي. فضلت أرجف ساعات وأنا بلف باب الشقة بالجفل وأحط الكنبة على الباب. خالد رجع من الشغل لقاني حالة تعبانة وعيوني حمرة. سألني: في إيه؟ مالك تعبانة؟ قلت له تعبانة من الولد بس، لكن حس إن في حاجة غلط. فضلي يلف ويدور، وجاب لي دكاترة وعملت تحاليل. كل شيء طبيعي، لكن أنا ما بقيتش زي زمان. بعدها بفترة ابتديت أهمل في نفسي وفي خالد. ما بقاش يهمني لا هو ولا حياتي الزوجية. كنت بخاف أبات لوحدي، بخاف أخلي يوسف مع حد، بخاف حتى أنام. خالد كان بيحاول يقرب مني لكن أنا بارد. ما بقاش فيه حب ولا رومانسية ولا ضحك. حتى وهو بيحضني كنت بفكر في كلام حماوي النتن. وخالد ما كانش أحمق. لاحظ التغير، بدأ يتضايق، اتخانقنا أكتر من مرة. رميت في وشه إني عايزة أنفصل، وهو انهار قدامي وقال لي: أنا بحبك يا منى، أنتي دنيتي، قوليلي الغلط أصلحه. لكن إزاي أقول ليه إن أبوه هو اللي… لا، مش قادرة أتخيل. لو عرف هيعمل إيه؟ هيتقتل؟ ولا هيصدقني؟
أنا في الآخر ملكش حد، أمي وأبويا ماتوا، عمي لو عرف هيقطع علاقته بيا عشان العار، ومفيش بيت يرضى يستقبلني. حتى شغلي كنت سيبته بعد ما خلفت وما عنديش دخل ثابت. يوسف عايش على حسابهم، لو اتكلمت هخسر كل حاجة. في وسط الضلمة دي لقيت نفسي قاعدة قدام المراية بعد منتصف الليل بأسبوع، وحسيت بانفعال غريب، لا حزن ولا غضب. قررت إني أخطط لمواجهة هتغير كل حاجة. فضلت أفكر كتير، صحيح ماليش حد ولا سند، بس عقلي هو اللي دايما نجاني. ليه أسكت وهو اللي يدمر حياتي ومستمر في تهديده؟ جوايا حاجة اتكسرت لكن حاجة تانية اتبنت. قررت إني أقطر لسيناريو، مش هفضل خايفة من راجل عجوز بيستغل ضعفي. بدأت أسجل كل مكالمة تليفونية مع حماوي، خليته يتكلم تاني عن الموضوع وأنا سجلته من غير ما يحس. مرة قالي: أنا أسعد واحد إن خلفت مني يا منى، أنتي عارفة كده. سجلت اللي قاله. وفي مرة تانية استدرجته يتكلم عن العصير، وقال: العصير ده كان بجرعة خفيفة عشان تبطلي تفكير زايد وتخليكي تتقبلي الوضع. في الوقت نفسه بدأت أتصالح مع خالد بالشكل اللي يخليني أفهم منه هو شايف الموضوع إزاي. سألته بطريقة عابرة: لو حصل حاجة غلط في العيلة هتقف جنب مين؟ كالي: ده كلام كبير، لو في حاجة غلط أنا هحقق بنفسي، أنا مش ولد صغير. حسيت إن في أمل، لكن قبل ما أتكلم رحت قابلت محامية متخصصة في قضايا الأسرة. قالت لي: القضية صعبة بس مش مستحيلة، بس هتحتاجي سكن مؤقت ودخل. طلبت إني أفتح حساب بنكي خاص، وبعت سيبي هواتفي القديمة لابنة عمي تبيعهم، وكان عندها محل موبايلات. أخدت تمنهم من غير ما حد يعرف. بدأت أدور على شغل من البيت، رسم على كمبيوتر، أي حاجة. في يوم وأنا في شقتي مع يوسف وخالد دخل حماوي تاني من غير استئذان، كان سكران. بص لخالد وقال: ده ابني ده يا خالد، ده مين ساعد مراتك تجيبه؟ أنا ساعتها كل حاجة اتكشفت. خالد اتصلع ومشي من البيت هو وأبوه، صراخ وتكسير. وأنا فضلت في الآخر ماسكة يوسف. معرفش خالد هيعمل إيه بالظبط، بس أنا خلاص هموت واتكلم. لو وقف جنبي نبقى أسرة جديدة بدون أبوه، لو سابني مش هسكت تاني. ريهوك. آخر مشهد كان باب الشقة مفتوح وخالد ماسك أبوه من قميصه وكل الجيران طالعين. ساعتها عرفت إن مفيش رجوع للورق، يا هنعيش مع بعض الحقيقة يا هنهرب منها ونتفرق.